مبدئيا كده خلينا متفقين ان انا مش شيخ خالص، وان لحيتي دي حاجه من شخصيتي كده وعجباني. هي فين لحيتك دي؟ فلما نتكلم عن الكريسماس او ليله راس السنه وغيره، فاعرف ان انا بكلمك بلسان مسلم مش بلسان واحد شيخ. خلاص متفقين؟ خلاص متفقين. بص يا عمنا، اللي قدامك دي اسمها شجره الكريسماس. مش دي الشجره اللي بنشوفها ليله راس السنه يا محمد؟ ايوه هي يا عمنا. الشجره اللي قدامك دي الناس بتجيبها كل سنه ويحطها قدام المحلات وفي البيوت ويحطوا عليها نور واضاءه وفراشة الحاج ابراهيم المنياوي. لا حد عارف حكايتها ولا حكايه الحفله اللي فيها بمناسبه ايه، ولا حد عارف الاغنيه اللي بتتقال فيها اصلا بتقول ايه. فكروني بواحد ماشي في الشارع لقى طابور طويل، فقال لك هتلاقيهم بيوزعوا حاجه ولا بيبيعوا حاجه كويسه، فوقف معاهم. فلما لقى الطابور ما بيتحركش فسال اللي قدامه، فاللي قدامه قال له والله ما اعرفش، انا لقيت طابور زيك فجيت وقفت. فاللي قدامه سال اللي قدامه، واللي قدامه سال اللي قدامه، لحد ما وصل لاول واحد. فقال له في ايه يا مولانا، هم بيبيعوا ايه هنا؟ الطابور ده بتاع ايه؟ قال له لا والله ولا طابور ولا حاجه، انا كنت ماشي في الشارع فلا مؤاخذه بربط رباط الجزمه، لقيت واحد وقف ورايا وجي واحد وقف وراه لحد ما تكون الطابور اللي حضرتك شايفه ده. قال له يعني انت قصدك ان مفيش حاجه بتتباع هنا ولا في حاجه بتتوزع؟ قال له ايوه. قال له امال انت لسه واقف ليه؟ قال له يعني انت بذمتك كده بعد ما بقيت اول واحد في الطابور امشي؟ لا ما يصحش، ده احنا اللي نمشي ونروح نشوف هنتكلم عن ايه النهارده. بتسمع كتير وانت بتتفرج على الافلام الاجنبيه لما البطل يتحط في موقف مفاجئ او يندهش تلاقيه بيقول لك اوه جيسس كرايس. بسمعها كتير. مش دي اللي معناها تبا لك؟ لا التانية دي وحشه ملناش دعوه بيها. جيسس دي يا مولانا معناها المسيح، وكرايست دي معناها المنقذ او المخلص. كرايست دي بقى يا مولانا اللي معناها المنقذ او المخلص، لما نحط بعدها كلمه ماس الفرعونيه الاصل اللي معناها ميلاد، يبقى معناها ايه؟ تبقى كريسماس اللي قدامك دي يا مولانا اللي معناها ميلاد المخلص. عرفت بقى كلمة كريسماس جت منين ومعناها ايه؟ حلو. نخش بقى على الشجرة الجامدة الشهيرة دي. الشجرة اللي قدامك دي يا مولانا ملهاش اي 30 علاقة بحتة ميلاد المخلص او ميلاد المسيح دي من قريب او من بعيد. ازاي يا عم انت جايبنا تضحك علينا؟ ده بتاعت المسيحيين يا عم. والله زي ما بقول لك كده ملهاش علاقة. الشجرة دي يا مولانا اول ما ظهرت تاريخيا ظهرت في المانيا، والكلام ده قبل الميلاد، يعني قبل ظهور المسيحية اصلا. كان في ناس بيعبدوا الشجرة دي وبيحتفلوا كل سنة بعيد الاله بتاعهم اللي هي الشجرة يعني. ده كان بان كل واحد يقطع له شجره وياخدها معاه البيت يحتفل بيها مع اسرته. وفي عهد البابا بونيفاس سنه 683 ميلاديا بعت الراجل بعثه تبشيريه كبيره لالمانيا، مع ان الناس هناك كانوا دخلوا في المسيحيه وتخلوا عن عباده الاشجار دي، الا انهم الحقيقه ما قدروش يستغنوا عن العاده المقدسه بتاعه الشجره دي، وقالوا احنا دخلنا المسيحيه لكن احنا ما نقطعش العاده دي، احنا نجيب الشجره المخروطيه دي ونحط لها شويه لعب ونور ونزوقها كده وربنا ما يقطع لكم عاده يا عم الناس. وفعلا يا مولانا حصل، واول ما حطوا على الشجره حطوا النجمه الشهيره اللي بتبقى فوق الشجره دي. طب اشمعنى النجمه دي بقى؟ ما كانوا حطوا فراشه او بالونه او غيرها؟ حلو السؤال ده على فكره وانا هجاوبك عليه. النجمه دي مولانا بترمز للنجمه اللي دلت 3 المجوس على مكان المسيح. نجمه ايه ومسيح ايه يا عم اللي بتقوله ده؟ هقول لك يا عم الناس ولا تزعل نفسك. في انجيل لوقا في روايه شهيره بتقول ان كان في 3 مجوس بيعبدوا النار كانوا منتظرين ميلاد المسيح ويعرفوا مكانه، فيوم ميلاده انطفت النار دي، فكان فيه نجم في السماء. النجم ده بقى يا مولانا فضلوا ماشيين وراه من ايران لحد ما وصلهم لبيت لحم في فلسطين ودلهم على مكان المسيح وامنوا بيه. ده على حسب روايه انجيل لوقا طبعا. يعني انت عايز تقول ان ماس فرعونيه والشجره وثنيه والنجمه مجوسيه، امال الكهارب ده هتطلع ايه؟ هندسيه؟ لا يا مولانا الكهارب والنور والزنا دي كانت تطور طبيعي مع الزمن، لان انت عارف البشر ما بيهمدوش. طب برضه ما عرفناش برضه الشجره دي انتشرت في العالم كله ازاي؟ مش انت بتقول لنا هي اصلها في المانيا بس؟ حاضر يا عمنا اصبر هقول لك. في سنه 1790 وفي عهد الملك جورج الثاني كانت مرات الملك اسمها شارلوت وكانت المانيه الاصل، وكانت جايبه معاها شجره من بلادها وهي جايه. ففي سنه 1820 كان اخترع العالم لويس ديجر التصوير الفوتوغرافي، واتصورت خالتك شارلوت مع الشجره وعينك ما تشوف الا النور. انتشرت العاده بقى في الناس على طريقه نفس الطابور اللي كان في الاول ده، فاكره؟ اللي ما كانش حد عارف هو بيبيع ايه ولا بيوزع ايه. وتيجي الحرب العالميه الاولى والثانيه وتخسرهم المانيا ويحصل فيها مجازر السنين، ويهاجر الالمان لكل الدنيا وعلى راسها
امريكا وتنتشر العاده الالمانيه في البدله الامريكيه. طيب يا عم محمد، بعد الليله دي كلها عرفنا معنى كلمه كريسماس وجت منين وعرفنا حكايه الشجره، انت بقى عايز ايه؟ انا عايز اقول لك بعيدا عن اننا نتكلم في دين ومعتقد وحلال وحرام وكل ده، انت ما عندكش دم. لا يا عم عندي دم ودم حامي كمان. طب شفت حد منهم قلدك مثلا وعمل اضحيه زيك في عيد الاضحى هناك؟ طب حتى علق فانوس رمضان يا اخي عشان تقلده وتعمل زيه كده وتعمل الزيطه والزنبليطه دي كلها وتقلده في عيد مش بتاعك انت اساسا. وانت زعلان ليه يا عم محمد؟ وحد داسلك على طرف يعني؟ يا عم انا مش زعلان، المسيحيين نفسهم هم اللي زعلانين وحاطين صوره لاحتفالات الكريسماس وبيتريقوا، بيقولوا احتفالات الكريسماس واعياد الميلاد حلوه بس ناقصها اخواتنا المسيحيين. وزي ما انت شايف كلهم محجباتهم. عارف والله اللي انت لسه ما اقتنعتش، احب ابسطها لك. عارف انت الكريسماس ده اللي هو ايه بالظبط؟ عارف انت لما واحد يشتم ابوك بابشع الالفاظ اللي ابوك ما بيحبهاش، انت هيبقى موقفك ايه؟ اكيد تلقائي هتاخد منه موقف سلبي، ده بيغلط في ابويا اللي خيره مغرقني. خد الكبيره بقى، لو الراجل ده جالك وقال لك انا عازمك على حفله هشتم فيها ابوك قدام الناس كلها على الملأ، ها رد يا صاحبي هتعمل ايه؟ شايف وشك احمر ازاي والنار طلعت من ودانك؟ اهو ده بقى ولله المثل الاعلى اللي بيحصل في الكريسماس. ناس بيتجمعوا كل سنه ويسبوا الله والعياذ بالله بيدعون له الولد، والغريب بقى انك بتبارك وتهني وبتشارك معاهم. بقى انا عملت كل ده؟ والله ما حصل. لا يا عم، الناس طالما بتحتفل معاهم وبتشارك معاهم يبقى انت كده بتأيدهم في عقيدتهم. الكريسماس في الاصل مظاهره كلها وثنيه وتم الحاقه بالمسيحيه، يعني ملناش دعوه بيه كمسلمين والله ولا حتى مسيحيين. بس ازاي؟ لا لازم نحط التاتش بتاعنا ونروح نشتري الشجره ونحطها قدام محلاتنا وفي بيوتنا. ومش كده كمان، لا ونلبس لبس الاخ نويل وغيره. يا حبيب اخوك صورتك جنب الشجره والله ما هتزودك، ده هتنقص من رصيد ايمانك. صورتك وانت لابس لبس نويل مش هتكسب قصادها فلوس لكن هتخسر مكانها حسنات. للاسف خدعوك بالكريسماس بحجه الاحتفال براس السنه. الخلاصه الاحتفال بالكريسماس حرام، كل مظاهر الكريسماس حرام، الاحتفال بيوم راس السنه وكل مظاهره حرام. بالله عليك كله الا عقيدتك. نحن احق بان تتبعنا الامم لا ان نتبعهم نحن. سلام.